لو غاتو روس ولا حلوة الطبقات اللي لو كان ناكلها كل يوم ما نكرهش منها. جبتها لكم اليوم بمقادير مضبوطه باش ديروها في العيد الكبير وتستمتعوا بها. هذا الكاطو نظن ما كانش اللي ما يحبوش. في كاسرول نحط 125 غرام زبده طريه مع كاس غير ربع سكر وكاس غير ربع عسل، نذوبهم ونزيد لهم 2 مغارف صغار بيكربونات ونكمل نخلط حتى يفيض ويتكرمل شويه وعندكم يتحرق. هنايا لازم تخلوه يبرد باش تزيدوا البيض. نزيد ربع حبات بيض بالتدريج بين بيضه وبيضه، نضرب بالباتور وما تنساوش لافاني، وفي الاخير نجمع بالفرينه. الفرينه عند ميزانك، المهم العجين يكون طري ما تكثروش الفرينه بزاف. نقسمها ل 6 كريات متساويه وكريه صغيره باش نديكوري بها، ونبدا نفتح فيهم على بابي كويسون. افتحوهم رقاق قد ما تقدروا، اثقبوهم وطيبوهم على ظهر البلاطو على 180 درجه. كل وحده راح تدي لكم 2 حتى 3 دقائق ماكس. وكي نقولوا غاتو روس نقولوا الكونفيتور. والمخير عندي هو تاع ازدهار اللي فيه 48% من المشماش، ماهوش مايه بزاف وبزاف بنين. نبدا نبني الطبقه تاعي، نحط طبقه معجون، طبقه كريمه الزبده، وهكا حتى نكمل. يعني يجوني 3 كراموبور و3 كونفيتور. ونختمها برشه من الطبقه السابعه هذيك الصغيره اللي كنت طيبتها ورحيتها. الكاطو هذا لازم يبات ليله كامله قبل ما تقطعوه باش يطرى. وهنايا قطعته وخرج لي كميه كبيره وجاب بزاف بنين، انا نموت عليه. حطيته في الكيسات وكنت كملت. تقدروا ما تقطعوه مربعات. المهم ابعثي الوصفه لصاحبتك باش ديرها وديريها مامنتيه. وهذا ما كان.